شعب طنطا بالاجماع بيحبك يا شوبير، واحنا بنأيدك بالاجماع في اي موقع. ناهيك احمد ابو هدينا والحاج احمد السبب. شكرا جزيلا. ابراهيم شعبان رئيس رابطه الاتحاد، ليس سؤال ولكنها كلمه حق تقال، فلن انسى موقفك الانساني والجمهوري فور علمك بان هناك مجموعه من مشجعي الاتحاد تم اعتقالهم في مباراه الاهلي والموسم قبل الماضي في الباسكت، وفور علمك بان هناك شاب يتيم الاب والام. كان هذا الشاب الصغير ثاني يوم معي واسلمه لاهلك. وفقك الاصيله لن تنسى. انا اللي بشكرك وده الطبيعي. عايز اقول لكم بس قصه بسيطه يا ريت تسمعوها، خاصه الجماهير تسمعها معايا. النقطه دي مهمه جدا يا جماعه. يمكن انا كنت قاسي شويه لما انتقدت ظاهره الشغب والالتراس في المدرجات، لانه كنت خايف على التشجيع لا يوصل لمرحله صعبه جدا، وكنت عنيف وانا بتكلم. لكن لما اشوف ولاد صغيرين او اي حد موجود معتقل او مسجون وهو مظلوم بسبب مباراه كوره او مباراه سله، ما اعتقدش ان كان ممكن ان انا اسكت وان انا ممكن انام مرتاح البال. اللي رحت في المباراه عشان اخرجهم من الحبس من جمهور النادي الاهلي كان كلهم بالالتراس، وكنت بشوف من اولياء الامور من الامهات والاباء وكان قليل جدا منهم. ولما كلموني جماهير الاسكندريه قلت لهم جمهور الاهلي زي جمهور الاتحاد وجمهور الاتحاد زي جمهور الاهلي، مش ممكن اسيب حد منهم ابدا على الاطلاق لانه ده ما ينفعش. وفضلنا يمكن 48 ساعه لحد ما ربنا اكرمنا وخرج الاولاد. بس انا برضه عايز ادوق نقطه الخطر. خلي بالكم، عايزين نروح الماتشات يا جماعه نشجع بجد. عايزين نروح الماتشات واحنا فرحانين واحنا مبسوطين. اصل في النهايه فريق هيكسب وفريق هيخسر، لكن مش ما ينفعش فريق يكسب والدرجات تتدمر. ما امبارح الاتحاد كان بين اللاعب الجزيره في نهائي كاس مصر للسله، والاتحاد كسب البطوله بنقول له 1000 مليون مبروك. حاجه الله لا يقدر. هل لو الاتحاد كان خسر كنا ولعنا في المدرجات؟ ولا كنا كسرنا الصاله؟ ولا كنا حطمناها؟ هي دي الرياضه يا جماعه، وفي اخطاء حكام وفي حاجات كثيره جدا. لكن اللي عايز اقوله يا جماعه، انا برجوكم انه خلينا الفتره اللي جايه نتصدى لظاهره الشغب عشان ما نعيش البلد ده، لانه ما بتشوفوش انديه ولا الامور بيبقوا مرعوبين بمجرد بس ما واحد يتحبس او واحد يتحجز في اسم من اقسام الشغل. احمد شوبير فأنت دائما تدعم رجال الأعمال. لا مش دائما لكن لما يكون عندك رجل أعمال ناجح، لما يكون عندك رجل أعمال محترف، لما يكون عندك رجل أعمال شاطر، لما يكون عندك رجل أعمال يغير من شكل نادي زي اللي أنا بشوفه في نادي سموحة مثلا، طبعا ده عمل عام شديد. هي القصة هو رجل الأعمال ده حرام ولا عيب ولا قلة أدب؟ ما في النهاية رجل أعمال كافح وصبر واجتهد لحد ما نجح. فأنا شايف إن رجال الأعمال ظاهرة جيدة إذا كانوا بالفعل قادمين لخدمة الرياضة المصرية. لكن ما في رجل أعمال ومنتهى الوضوح مثلا زي حكومة، أنا وقفت ضد الظاهرة دي بوضوح شديد جدا. حسيت إنه الراجل مش هيفيد نادي الإسماعيلي، إنه القصة شخص وليس النادي، وبالتالي ممكن ما ينجحش. ادي حاجه واضحه جدا. ما حسن حمدي مش رجل اعمال، حسن حمدي كابتن كوره كبير جدا ودعمته بقوه. فحسن فريد هو رجل كان كابتن نادي الترسانه وكان لعيب كوره في نادي الترسانه ودعمته بشكل كبير جدا. فالقصه مش قصه رجل اعمال، قصه فكر وعقليه تستطيع ان تدير بكفاءه ونجاح، وبالتالي تستحق ان نساندها ونتفق. النائب احمد شوبير جميع العاملين بالتربيه والتعليم طنطا وخاصه مدرسه سيدي مرزوق يتقدمون لسيادتك بخالص الشكر والتقدير لتطوير مدارس مدينه. اشكره شكرا. كابتن احمد اولا احب ان استفسر عن موضوع قناه ابو ظبي. ثانيا الكابتن احمد شوبير اين انت؟ ثالثا هل قناه الحياه خلاص كده؟ بثلاث اسئله. اولا قناه ابو ظبي الحقيقه فور ما حدثت المشكله مع قناه الحياه وقبل ما افسخ تعاقدي مع قناه الحياه
كلموني مدير البرامج الرياضيه هناك وقال لي انه جاي مصر لسببين. السبب الاول انه عايز يتعاقد معايا للقناه. السبب الثاني انه عايز يعمل حوار حصري مع قناه المصابين. قلت له اما المفاوضات فاهلا وسهلا، انا ما قفلش الدوله لاني ما بشتغلش في القنوات المصريه، لكن اهلا وسهلا بيك. اما الحوار فلو حضرتك جاي هتعمل معايا انا لوحدي حوار اهلا وسهلا بيك، هتعمل لي ماده اعلاميه وهتجيب سين صاد عين، انا اسف انا مرفض. قال لي لا انا نازل انا وطاقم العمل بفوضك انت وسعيد داوود المخرج وعلاء اسماعيل رئيس التحرير ومعاكم 3 كمان انت تختارهم، وبعمل معاك حوار وعايز الحوار ده كمان يبقى وزن. قلت له طب. لما جه مصر الحقيقه اكتشفت انه راح لاطراف كثيره جدا وانه عامل لي قضيه وانه بيتعامل مع الموضوع كما لو كنت قضيه، وبالتالي كان من غير المقبول او من غير المعقول اني ادخل نفسي في هذه الدوامه، فاعتذرت عن المفاوضات واعتذرت عن الحوار. ادي واحد. هجاوب على السؤال الثالث وبعدين السؤال الثاني، لان السؤال الثاني اعتقد قد يكون اهم سؤال النهارده وهو اين انت؟ قناه الحياه. الحقيقه انا لما جالي عرض قناه الحياه مش هتصدقوا انه كان اقل سعرا من المبلغ اللي انا كنت بشتغل بيه في التلفزيون المصري في بدايته، لكن لاعتبارات كثيره جدا وافقت ان انا اروح قناه الحياه لعده اسباب. اهم ان انا بحب التحدي، ودي كانت قناه مجهوله محدش عارفها، ما كانش في قناه اسمها الحياه، وكانت الترتيبات بقى لها 2 سنين عشان تخرج وكل شويه ما بتخرجش على السطح ما بتطلعش. فانا قلت اخد التحدي ده وربنا يكرمني وانجح في قناه الحياه، واعتقد بفضل الله ده اللي حصل. القناه نجحت بشكل كبير جدا، ودائما وابدا بفخر انه ما كانش في الحياه على الدافع طلعت قناتين واحد والحياتين، وبعد كده طلعت قناه الحياه مسلسلات، ولحد دلوقتي مش عارفين قناه الحياه ما اعرفش هتطلع. فلما حصلت الازمه الشهيره اللي طلع فيها انا شعرت ان موقف القناه معايا ما كانش كويس، فبالتالي طلبت ان انا افسح تعاقدي مع القناه، والحقيقه مسؤول القناه حاولوا وجاهدوا ان انا استمر، ولكني رفضت، ولكن انتهت العلاقه تماما مع القناه. السؤال الاهم اين انت؟ ده يمكن اهم سؤال في الندوه النهارده. عشان اقول لكم اين انا لازم اقول لكم اولا ان انا غير ممنوع على الاطلاق من تقديم اي برامج في اي قناه خالص. يعني انا لو عايز اقدم بكره في قناه المحور هقدم، في قناه دريم هقدم، في التلفزيون المصري هقدم، في قناه الاهلي هقدم، في الاو تي في هقدم، في الاو تي في اي قناه حضراتكم تحسبوها اي قناه عايز اطلع بكره. احييكم احمد شوبير بسم الله الرحمن الرحيم حلقه جديده او حلقه مرة برنامج كذا هكوني بكره. لكن تجربه الحياه بالنسبه لي مريره. انا اول مره اتكلم بصراحه، تجربه مريره وصعبه جدا ان انا ضحيت بكل حاجه، وكنت بعمل في التلفزيون المصري وانا عضو مجلس شعب في البرلمان المصري، ومع ذلك ضحيت بالاعلام الحكومي عشان اخد تجربه خاصه، لانه صاحب القناه طنطا وصديق عزيز جدا وبحترمه جدا وبقدره جدا، ورئيس القناه كان معاون بشكل غير عادي، فبالتالي سبت كل حاجه ورحت هناك. ومع ذلك حدث ما حدث. من وجهه نظري انا حاسس انه ما كانش في مسانده، ما كانش في تأييد كافي، دي وجهه نظري الشخصيه. القنوات كلها اتحركت، دريم اتحركت، المحور اتحرك، الاو تي في اتحركت، اوربت اتحركت، الا قناه الحياه ولم تصدر حتى بيان او كلمه. فبالتالي انا حسيت بالقلق او بالحزن. عشان اشتغل تاني لازم احسبها كويس، لازم احسب خطوتي اللي جايه فين. انا مش قلقان، ما عنديش قلق، ما عنديش مشكله، ما عنديش ازمه الحمد لله. يمكن بحمد ربنا بشكر فضله، والمره دي بقى انا اقول لكم بالفم المليان انا رفعت اجري 50%.